ازيك يا غالي؟ ايه الاخبار؟ لو انت معانا من زمان فانت عارف ان القعده دي معناها ان احنا هنقعد نحكي، دي مش مراجعه لاي حاجه. النهارده هحكي لك عن موقف نصب حصل مع تاجر ايفونات صديقي. خلينا نبدا. السلام عليكم، ازيك يا غالي؟ الاخبار؟ معاك احمد صدوم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساش تدعي لاخواتك المستضعفين في كل مكان، ربنا يفرج عنهم في القريب العاجل ويبعد عنهم ولاد السيئه. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتتابعنا على حساباتي على السوشيال ميديا، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. لو حبيت تشتري اي ايفون مستعمل هتلاقي لينك قناه التليجرام ولينك صفحه الفيسبوك موجودين في الديسكربشن تحت الفيديو. مبدئيا الموقف ده حصل مع حد صديقي تاجر ايفونات شغال في الموضوع من زمان، وما شاء الله عنده من الخبرة الكافية ان هو لو اشترى اي موبايل بنسبة 95% ما يلبسش فيه. يعني الراجل ده من الاخر عشان حد يضحك عليه، الحد ده لازم يبقى نصاب من العيار التقيل. المهم الموقف بدأ بانه كان زيه وزي معظم التجار بيتصفح دوبيزل، تطبيق مشهور لبيع الاشياء المستعمله عموما. يعني هو تجاره الايفون، خاصه لو حد يعني بيحاول يشتغل على قد ما يقدر في الاجهزه اللي هي الشرعيه اللي ما فيهاش بقى بطاريات 100 ولا تجميع ولا بتاع، بيبقى بيدور على ماركت بليس او على دوبيزل او على يعني مع حد من الزباين او العملاء اللي بيجوله على موبايل يكون بسعر كويس بحيث ان هو يشتريه ويجي يبيعه ويكسب فيه بعدين. فلقى جهاز ايفون 14 برو ماكس جديد متبرشم بسعر 50,000 جنيه، في حين ان الجهاز ده كان جديد بيتباع في المحلات وقتها ب56,000 جنيه. فبطبيعة الحال سواء كان تاجر او حد عادي اما يشوف جهاز زي ده بفرق السعر الرهيب ده 6000 جنيه، مش رقم قليل اطلاقا، يعني هيروح يستفسر على الاقل. المهم ان صديقي ده اسمه احمد فتح محادثة مع الشخص اللي عارض الجهاز ده. يعني هو حس ان هو ويرد شوية او غريب شوية، ولكن كمل معاه المحادثة عادي خالص. المهم ان الراجل كان مصر ان المقابلة تكون بالليل عادي. يعني في ناس كتير بحكم ظروف شغلهم وبحكم الحر وبحكم حاجات كتير ممكن يبقوا عايزين المقابلة تكون بالليل. وانا شخصيا لما بروح اسلم حد من العملاء موبايل او اشتري موبايل او كده بخرج بعد الساعة 7 عشان ببقى راكب مع حد صاحبي موتوسيكل والشمس ومش عارف ايه وبتاع، فيعني اداله عذر ان هو يقابله بالليل. والشخص ده كمان قال له ان احنا هنتقابل في مكان عام، في مكان معروف في الشيخ زايد، وهجيلك بعربيتي ومش عارف ايه وبتاع، بس ايه تنزل تقابلني دلوقتي. يعني احمد كان بيكلمه على الساعة كانت 11 بالليل تقريبا. يعني الراجل قال له ايه في خلال ساعة ساعتين حاجة زي كده، مش متذكر بالظبط نتقابل، بس اللي متأكد منه ان المقابلة كان الراجل عايز تكون بالليل متأخر. فبعد تبادل اطراف الحديث كده ما بين احمد والشخص ده، الشخص ده يعني عارف ان احمد تاجر، فقال له طيب بقول لك ايه، بما انك تاجر انا محتاج ايفون 15 برو ماكس جديد وهبدله بال 14 برو ماكس اللي انت هتاخده. وقتها كان ال 15 برو ماكس 60,000 62,000 حاجة زي كده. المهم ان كان في فرق طبعا لصالح احمد. يعني خلاص احمد قال له تمام وهجيلك مع صاحبي ومش عارف ايه ونتقابل. المهم ان هو راح قابله، نزل من العربية، كان باين عليه ان هو شخص مرتاح ماديا. يعني انا مش من النوع اللي بيحب يقول ان الشخص شكله نظيف، لا هو شخص مرتاح ماديا، يعني ما تحسش انه نصاب، ما تحسش ان هو شخص محتاج ينصب يعني. فالمهم ان الجهاز جديد متبرشم. طيب احمد هيطمن ازاي ان الجهاز ده فعلا جديد متبرشم وان اللي موجود ده مش علبة جبنة ولا حاجة؟ في طريقة كده تجار الايفون بيعملوها عشان يعرفوا اذا كان الجهاز ده جديد متبرشم فعلا ولا اتفتح قبل كده او في مشكله او ما الى ذلك. يعني الطريقه دي بتبقى عباره عن ان السيلينج اللي بيبقى على العلب الجديده من فوق وتحت ده اللي بتشده عشان تقطعه وتفتح الكرتونه بشكل الطبيعي، لما بتعرضه لبعض الحراره باسلوب معين بتقدر تفكه تشيله كده من غير ما يتقطع وتشوف ايه اللي جوه العلبه وترجع السيلينج ده وتلزقه تاني.
طبعا في ناس بتتبع الطريقه دي في اشكال كتير جدا من النصب، ولكن انا بقول لك على تجار الايفون الناس المحترمه اللي بس لو بيشتروا جهاز بالطريقه دي، مش من محل او من مخزن كبير او هو اللي مستورده بنفسه، عشان يبقى ضامن ان في فعلا جهاز في الكرتونه دي بيعمل كده. وانا شخصيا رحت ابيع لحد قبل كده جهاز وعمل معايا نفس الموضوع ده وما اعترضتش اطلاقا، ومن حق احمد ان هو يعمل كده، ومن حق الشخص التاني برضو ان هو يفتح ال 15 برو ماكس اللي هو ياخده ويطمن ان الجهاز موجود فعلا. المهم ان احمد بمجرد ما بدأ يعمل الموضوع ده لقى الراجل بدأ يرتبك، وخلاص احمد كان هيرفع العلبة ولمح منها حاجة كده، فالراجل قال له لا 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 لا، هات الجهاز هات الجهاز، انت ما تفتحوش. قال له ليه ما افتحوش؟ ما من حق افتحه. قال له لا يا عم انا هاخد جهازك من غير ما افتحه. قال له يا عم افتح الجهاز اللي انت واخده، ده حقك يا باشا، زي ما انا حقي اخد ده، بس انا ده هبيعه متبرشم تاني، انا مش هاكتفه، انا مجرد هعرف بس ان في موبايل جوه لا اكتر ولا اقل، مش هشيل حتى البروتكتور البيضه اللزقه البيضه اللي بتبقى على الشاشه دي. قال له لا لا لا، يا تاخد الجهاز زي ما هو كده يا ما فيش خالص. راح احمد بطبيعه الحال قال له مفيش خالص، مش عايز الجهاز، واحمد خد جهازه ال 15 برو ماكس واتكل على الله. المهم ان الراجل ده كلمه بعد كده واتفق معاه وقال له معلش على سوء التفاهم اللي حصل ومش عارف ايه، بس انا مش هقدر ابيع ال 14 برو ماكس، هو في حد جه خده، بس انا عايز اخد منك ال 15 برو ماكس. فاحمد قال له ماشي مفيش مشكله، برضو طلب ان المقابله تكون بالليل، وقال له مش انا اللي هاجي اقابلك، انا هبعت لك اختي وجوزها هيجوا يقابلوك ياخدوا منك الموبايل. فاحمد خلاص يعني هو الراجل كده اتاكد بنسبه 99% ان في حوار في الليله دي، فخد صاحبه برضو بالعربيه وراح يقابل اخت الراجل ده وزوجها في الزمالك. برضو كان الجو بالليل، اي نعم الزمالك منطقه حيويه شويه عن المكان اللي كانوا متقابلين فيه في الشيخ زايد، ولكن برضو ستيل بالليل الشارع ما فيهوش ناس كتير. فالمهم ان احمد وصاحبه وصلوا بالعربيه وبداوا يحسوا ان في عارف لما تحس ان انت مش مطمن، تحس ان في حوار بيحصل عليك. احمد اتصل بالراجل ده وقال له ابعت لي رقم الناس اللي جايه تقابلني عشان اتصل بيهم اتابع معاهم، بس هعرف هم فين. قال له لا لا لا، هم هيتصلوا بيك دلوقتي وهيقولوا لك هم فين ومش عارف ايه وبتاع. فالمهم ان ربنا بعت لاحمد في اللحظه اللي بيكلم الراجل فيها دي حته كلاكس عربيه. احمد سمعه جنبه بودنه وفي نفس الوقت سمعه من سماعة الموبايل، معنى ذلك ان الراجل ده موجود في نفس المحيط اللي احمد موجود فيه بالملي، في حين ان هو قايل له ان انا مش هقدر اتحرك من زايد وابعت لك مراتي او اختي وجوزها يعني، او كان مراتي واخوها مش فاكر يعني حاجة زي كده. المهم ان هو كان واحد وواحدة يعني، والله حتى التفصيلة دي مش مهمة. فالمهم ان احمد قال لصاحبه بص في عربيه تقريبا راكنه هناك كده، يعني كان حد راكن وقايد نور العربيه والعربيه دايره تقريبا او حاجه زي كده على ما اتذكر يعني. فالمهم ان صاحب احمد يعني راح كده وشاف ان في حد مريح الكرسي ونايم في العربيه ومش باين له ملامح كده، وفي نفس الوقت في حد عدى من جنب العربية بتاعت أحمد. الحد ده هو نفس الشخص اللي قابلهم في الشيخ زايد بس كان شكله مختلف، كان لابس كاب ولابس لبس مختلف خالص عن اللي هو كان لابسه قبل كده كستايل يعني اللبس من الآخر كده بيقول إن هو حد متخفي، حد مش عايز يبان. فالمهم ان خلاص صاحب احمد والراجل ده عدى من جنب العربيه ما خدش باله ان احمد قاعد في العربيه ولا خد باله ان دي العربيه اللي جت قابلته قبل كده يعني. فخلاص هو احمد والراجل اللي معاه عرفوا ان في ليله زرقاء هتحصل علينا دلوقتي وان في نصبايا واحنا هنلبس لبسه بنت لذينه. المهم ان العربيه دي بدات تتحرك واحمد بدا يتحرك وراها، وكل ده الراجل مش عارف ان احمد موجود. فبيكلم احمد بيقول له ان الناس وصلت ومش عارف ايه بتاع، بيقول له فاحمد بيقول له انا عارف
احنا داخلين عليك دلوقتي بالبوكس، او صاحب احمد اللي قال له كده، احنا داخلين دلوقتي عليك بالبوكس. احمد من الاخر يعني كان عايز ان هو يجيبه يلبسه، عشان اكيد الراجل ده عمل مواقف شبه دي كتير مع ناس قبل كده. وفي الاخر خالص عرفنا ان اللي كان في العلبة بتاعة ال14 برو ماكس اللي كان معروض ب50,000 جنيه كان مجرد ماكت، يعني دمي، يعني جهاز بلاستيك لا اكتر ولا اقل. واحمد بمجرد ما شال العلبة بتاعة ال14 برو ماكس اللي المفروض تبقى اتقل من علبة ال15 برو ماكس، حس ان هي خفيفة، وهو كان لمح ان جواها ماكت. فملخص القصة دي ان في طرق كتير ممكن يتنصب عليك بيها، من ضمنها الطريقة دي. ان دلوقتي مثلا نفترض ان سعر الجهاز ده جديد 50,000 جنيه، فتلاقي حد عرضه ب42,000 جنيه. انت تعالى نحسبها بالمنطق كده شوية. يعني ليه في حد هيبقى عارف ان سعر الجهاز ده 50,000 جنيه وهيبيعه ب 42,000؟ ده لو راح يبيعه التاجر هياخدوا منه بسعر احسن من كده 100 مرة، ممكن يخسروا فيه 2000-3 يا راجل. لكن ايه اللي يخليه يبيعه ب 42,000 جنيه حتى لو هو جايبه من بره ب 35,000؟ طب ما انا اكسب اكتر. مين في الدنيا مش عايز يكسب اكتر؟ فدي اول نقطة. وانت بتدور على جهاز هتروح تشتريه تحسبها بالمنطق، ما يبقاش الجهاز توبه في السوق مستعمل 35,000 جنيه وانت تلاقي حد عرضه ب 25,000 جنيه ويقول لك يا باشا ده سليم وما فيهوش مشكله ومش عارف ايه وبتاع. انت الجهاز ده حتى لو رحت تاخده ولقيت جهاز ولقيت الراجل فعلا بيديك الجهاز ده هيبقى فيه خازوق كبير جدا بعدين. ولو الجهاز ده كان جديد متبرشم فانت هتروح بنسبه كبيره هيحصل لك نفس الموقف اللي حصل مع احمد ده، اللي هو الراجل هيقول لك لا يا باشا ما تفتحش الجهاز، انت حاسبني على فلوسي الاول، اديني فلوسي او حول لي فلوسي وبعد كده افتح الجهاز زي ما انت عايز. في الحاله دي لازم يبقى معاك حد او 2 كمان وقاعد في مكان عام تماما ويكون فيه كاميرات، عشان تدي حد فلوسه وبعد كده تفتح الجهاز دي. وما تروحش تشتري جهاز متبرشم من حد الا اذا كان حد ثقه بقى، حد جايبه لك من بره مش عارف ايه بتاع، حد انت تعرفه، روح اشتري منه جهاز متبرشم مفيش مشكله. لكن انك تروح تشتري جهاز متبرشم من حد مجهول كده يقول لك قابلني بالليل ولا مش عارف ايه ولا بتاع، حسيت باي حوار خد ديلك في اسنانك واجري. ما تفكرش ان ده صفقه كويسه، ده انا موفر مش عارف ايه، لا انت كده الفلوس اللي انت حاططها كلها هتطير وممكن حياتك تطير معاها عادي جدا. لان اللي بيبقى عنده مبدأ النصب والاحتيال والكلام ده بيبقى فاضل له تكه كمان وخلاص عادي ممكن على طول. فالاجهزه المتبرشمه الافضل انك تشتريها من محل. يا جماعه كل حاجه وليها سعرها، مش عشان لقيت حاجه رخيصه يبقى هي رخيصه بس عشان صاحبها من المرسلين، لا ممكن يبقى صاحبها نصاب ابن كلب ويوديك في 60 داهيه. فالموقف ده انا حبيت احكيه لكم عشان دلوقتي في ناس كتير بتبقى عارضه على دوبيزل وماركت بليس اجهزه متبرشمه، معظمها طبعا بيبقى بالاسعار الطبيعيه او ارخص 1000 أو 2 بتاع، ولكن الناس اللي بتبقى عارضه باسعار قليله قوي دي بلاش تتعامل معاها خالص. واي جهاز متبرشم هتشتريه من اي حد افتحه قدامه. لازم اي جهاز متبرشم يا باشا يتفتح قدام صاحبه وتعمل له باور اون وتتاكد 1,000,000% ان الجهاز ده اوريجينال وان في جهاز في العلبه اصلا، تتاكد من كل حاجه. وهكذا المستعمل لازم تتاكد ان الجهاز شغال وتفحصه كويس. كنا عملنا فيديو 2 بنتكلم فيه عن فحص الاجهزه المستعمله وكل الكلام ده. ولو مش عايز تحط نفسك في الحوارات دي كلها بقى تعمل ايه؟ تيجي تشتري من عند صدام ولا حبيب قلبك الستور الاونلاين الجميل بتاعه اللي صدام بينزل يقابلك بنفسه ويسلمك الجهاز وبيديك ضمان 14 يوم ومش عارف ايه وبتاع. فكل الكلام ده بقى هتلاقيه في الديسكريبشن تحت الفيديو. وخلي بالك واوعى يتنصب عليك. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو لو عجبتك القصه بتاعتنا دي، وتنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس، وتابعنا على صفحتي على السوشيال ميديا والستور وكل الكلام ده في الديسكريبشن. كان معاك احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.